بيبدأ الفيلم في بنسلفانيا. شخصين بيستكشفوا كهف على عمق 1000 قدم تحت مسار أبالاشيان، بيخترقوا طبقات من الصخور القديمة وبيكتشفوا نظام كهوف مش مرسوم على الخريطة. فجأة بيسمعوا صوت غريب وبيتفاجئوا لما بيشوفوا مجموعة من الكائنات المجنحة اللي بتطير من المغارة. عاوزين يجروا لكن الكائنات بتحاصرهم بسرعة وبتقتلهم. وفي مونت كلاير إيلي بتخلص يوم دراسي تاني وبتعمل اللي عليها علشان تتجاهل الأولاد الأشرار اللي بيتريقوا عليها علشان صماء. لحسن حظها إن معاها صاحبها روب اللي اتعلم لغة الإشارة مخصوص علشان يتواصل معاها حتى لو كانت بتعرف تقرأ الشفايف. هو داعم ليها جدا وبيتمشى معاها وهم ماسكين ايدين بعض لغاية ما بتوصل البيت. لما إيلي بتوصل البيت بترحب بيها كلبة الأسرة أوتيس، وأخوها جود بيضايقها. أمها كيلي بتزعق لها علشان اتأخرت وفي نفس الوقت بتتريق عليها علشان علاقتها مع روب. فجأة أوتيس بيبدأ يعوي وإيلي بتلاحظ شعره واقف زي ما يكون في حاجة خطيرة بره. بالليل إيلي بتشوف حشد من الطيارات الهليكوبتر بتطير فوق المنطقة ودخان بيظهر على مسافة. بعدين بتلاقي جدتها لين بتشرب سجاير مع انها مش المفروض تعمل كده علشان عندها الربو. إيلي بتوعدها انها مش هتقول لكيلي. بعدين إيلي بتتفرج على ابوها وامها بيتكلموا وبتفهم منهم انها فقدت سمعها وجدها وجدتها من ناحية ابوها من 3 سنين في حادثة عربية، لكنها بتحس ان ابوها وامها هم اللي مفتقدينهم اكتر. بتروح تنام وبتتفرج على رسالة من روب على التابلت بتاعها فيها فيديو لقطيع غامض من الكائنات الطايرة في السماء بالليل. فجأة أبوها هيو بيجي بيضايقها علشان روب. بعدين إيلي بتجهز علشان تنام لكن أوتيس متوتر. بعد نص الليل كيلي بتصحي إيلي وبتاخدها للصالة. هما والعيلة ومعاهم جيلين أعز أصحاب لهيو بيتفرجوا على الأخبار. مدن أمريكية كتير تحت الهجوم والخطر بيمتد ببطء في البلد. في الأول بيقولوا إنها إرهاب لكن بعدين فيديوهات من الموبايل بتنتشر بسرعة وبتبين جثث مشوهة في الشوارع. فيديو بيوضح أم حاطة لزقة على بق ابنها وبتوري له ورقة مكتوب عليها ما تعملش صوت. في اللحظة دي بيسمعوا انفجار وبيجروا بره يشوفوا طيارات نفاثة بتعدي. لما بيرجعوا جوه نشرة الأخبار بتبين فيديو جديد من فريق الاستكشاف بيأكد إن في مخلوقات قديمة هربت من كهف قديم وبتقتل البشر. فجأة التلفزيون بيتحول لنظام البث الطارئ بينصح الناس إنها تقعد في بيوتها والأبواب والشبابيك تتقفل ومحدش يعمل صوت. إيلي بتقول إن المدن أسوأ مكان ممكن يكونوا فيه بسبب الضوضاء، فالعيلة بتقرر إنها تاخد حاجتها وتمشي من المدينة. جيلين وجود بيمشوا في عربية والباقيين في عربية تانية مع أوتيس. وهم ماشيين بيشوفوا دخان مغطي المدينة كلها. في أنفاق المترو القطر وقف ومجموعة من الناس محبوسين جوه وبتحاول تسكت. طفل صغير بيبتدي يعيط والركاب بياخدوا الطفل من أمه ناويين يرموه من القطر. الأم بتمسك ابنها وبتعلن إنها هتمشي معاه. الأم وابنها بيخرجوا من القطر وبيمشوا في النفق في سكات. لما الطفل بيوقع الببرونة بتاعته بيعيط تاني والمخلوقات بتظهر بسرعة. الأم بتبدأ تجري بالطفل لكنها ما بتكونش أسرع منهم والركاب في القطر بيتفرجوا عليهم وهم بيتم قتلهم. العيلة بتسمع في الراديو إن عدد القتلى وصل لأرقام كارثية. إيلي بيتكلم روب على التابلت بتاعها وهو بيوضح إن عيلته قررت تقعد في البيت زي ما السلطات نصحت. في الآخر العيلة بتقف عند محطة بنزين علشان يجيبوا لوازم وإيلي بتتمشى مع أوتيس علشان يعمل بيبي. فجأة أوتيس بيبدأ يعوي على راجل مسلح وبيضرب في السماء وبيطلب منهم العربية. هيو مستعد يديله المفتاح لكن جيلين بيضربه في رجله وأوتيس بيهجم عليه وبيعضه. بعدين جيلين بياخد سلاح الراجل والعيلة بتمشي بعيد في العربيات مش مهتمين اللي ممكن يحصل للراجل. التوتر والخوف بيزودوا قلق جود لحد ما بيقرر يركب مع أبوه وأمه. إيلي بتكمل متابعة الأخبار على التابلت وبتعرف إنهم سموا المخلوقات فيسبس على اسم أسباني للنحل علشان طريقتهم في التجمع. فجأة هيو بيضرب الفرامل وبيتفادى حادثة في آخر لحظة. الطريق وقف فبيقرروا يمشوا بعيد عن الطريق وعن الحضارة. بيعدوا من بوابة وبيوصلوا لطريق معزول والراديو بيذيع كل الولايات اللي تحت الهجوم. على التابلت إيلي بتشوف صور مرعبة لكل المآسي في البلد. وبعد كام ساعة سواقة جيلين بيكلمهم من عربيته بيقول لهم ان الطريق صعب فهيقف يشيل اي حاجة في الطريق. لكن فجأة غزال بيخرج من الغابة وبيقف في طريقهم بيخلي جيلين يحاول يتفاداه ويطلع بره الطريق. عربيته بتقلب في هضبة وبتقع على السقف وبتخلي جيلين محبوس جوه. هيو بيجري علشان يساعد لكن مهما شد ما بيعرفش يفتح الباب ورجل جيلين محبوسة فما بيقدرش يطلعه من الشباك. كيلي بتحاول تكلم 911 لكن محدش بيرد وهيو بيحاول يفتح الباب بأداة لكن مفيش فايدة. جيلين بيستسلم للموقف وبيطلب من هيو انه يجيب سلاحه ولما بياخده بيطلب من العيلة انها تمشي من غيره. هيو متردد لكن بيوعد انه هيرجع بالمساعدة. العيلة بتركب العربية تاني وأوتيس بيبتدي يعوي. إيلي بتشوف شعره واقف فبتفتكر تحذير ما تعملش صوت فبتطلب من أبوها إنه يبطل الموتور لكن للأسف اتأخروا وكائن بيخبط في شباك العربية. أوتيس بيعوي أكتر لما بيشوفه واللي بيجذب مخلوقات أكتر بتخبط في الشبابيك.
لين بتزعق وجلين بيسمع صوتها وسمع زئير المخلوقات. علشان ينقذ العيلة بدأ يضرب بالنار، خلى المخلوقات تحاوط عربيته هو وقتلوه بسرعة. أوتيس لسه بيعوي، لكن لما هيو بيحاول يهديه فهيو ما بيبقاش قدامه اختيار وبيقرر يبعد أوتيس عن العربية وبيسيب المخلوقات تقتله، مع انه بيعمل كده غصب عن بنته. وبعد كام ساعة العيلة لسه في العربية، المكان ساكت لكن لسه في كام مخلوق حواليهم، فالعيلة خايفة تشغل العربية، ما بيقدروش يقعدوا للأبد. فهيو بيخرج بحذر من العربية علشان يشوف في ايه. في اللحظة دي لين بتجيلها أزمة الربو، والثواني اللي بتاخدها علشان تجيب البخاخ بتاعها بتكون كفاية علشان مخلوق يقف على العربية. هيو بياخد الأداة اللي وقعت منه وبيحدفها قدام، فالمخلوق بيجري وراها من غير ما ياخد باله منه. بعد ما بيمشي هيو بيرجع للعربية وبيوضح بلغة الإشارة إن المخلوقات بتدور بالصوت علشان هم عميان. العيلة بتتفق مع بعض انهم يقفلوا كل الأجهزة ويتكلموا بس بلغة الإشارة. بعدين هيو بيطلب الولاعة من لين، وبيصدم كيلي لما بتعرف ان امها بتشرب سجاير. هيو بيروح لعربية جلين، وبعد ما بيسلم على الجثة بيولع العربية. المخلوقات بتحوط العربية اللي بتولع وبيموتوا لما العربية بتولع. دلوقتي العيلة تقدر تكمل مشي. المشي الطويل بيخلي لين تحس انها تعبانة، فلازم تاخد بالها ما تعملش صوت، وبتاخد نفسها بصعوبة وبتستخدم البخاخ. العيلة بتقرر ترتاح، وهيو بيستغل الفرصة انه يعتذر لإيلي علشان اللي حصل لأوتيس، وبيشرح لها ان ما كانش قدامه اختيار تاني. لين عايزة كيلي تقول أخيرا للعيال إن عندها سرطان الرئة، لكن كيلي رفضت تزود اكتئاب اليوم. وجود بيستخدم المنظار وبيشوف بيت قريب، والعيلة بتمشي ناحيته. لما بيلاقوه هيو بيحاول يفتح الباب لكن بيضغط على جرس بالغلط. بعد شوية مخلوق بيقف على السور في نفس الوقت اللي صاحبة البيت بتخرج، بتزعق إنها هتضرب أي حد يقرب، شكلها مش عارفة حاجة عن اللي بيحصل بره، وصوتها بيجذب مخلوقات بتزقها جوه البير علشان يقتلوها بسرعة. العيلة بتدور على باب تاني وبيلاقوا ماسورة صرف قريبة. هيو بيعدي الأول وبيزحف في الماسورة، مش واخد باله من حية مستخبية في التراب. لما بيعدي بيدخل البيت وبيتأكد إنه فاضي، وبعدين بيشاور للعيلة إنها تعدي هي كمان. العيلة بتبدأ تزحف في الماسورة والحية بتخرج تصغر لهم. الماسورة بتعمل صدى وزئير الحية بيخلي مخلوق يطير جوه وبيمسك الحية قبل ما تهجم. وفي نفس الوقت مخلوق تاني بيروح للطرف التاني وبيهجم على كيلي، بيجرح رجلها. هيو بيسمع صريخها وبيجري يشغل المفرمة، والمخلوقات كلها بتطير جوه المكنة وبتموت على طول. بعدين العيلة بتشيل كيلي جوه البيت. لين كانت ممرضة فبتقص بنطلون كيلي علشان تشوف الجرح، واللي بيكون أخطر مما توقعوا. بعد ما كيلي بتنام لين وهيو بيشربوا مع بعض، وبره المخلوقات بترجع للبير تاني علشان تكمل تاكل صاحبة البيت. وفوق إيلي بتعرف توصل لروب على التابلت بتاعها، بيكون شكله مش مهندم ومتوسخ، بيقول لها ان ابوه وامه ماتوا. وإيلي بتحاول تدعوه ان يجي يقعد معاها في الاوضه، لكن في اللحظه دي الاتصال بيتقطع. والصبح إيلي بتشوف في الاخبار ان ناس كتير شايفه المخلوقات كرمز ديني، بيولعوا في ناس ملحده. لين بتطمن على جرح كيلي وبتكتشف انه بيتحول للأسوأ، فبتقول لهم انها محتاجه مضاد حيوي علشان تعيش. بعد ما بيجيبوا منجل من الدور اللي تحت، هيو بيستعد يمشي مع إيلي. جود عاوز يجي معاهم، لكن هيو بيطلب منه انه يحمي جدته. بعدين هيو وإيلي بيفتحوا البوابة شوية وهم بياخدوا بالهم ما يفتحوش الجرس تاني. هيو بيربط الباب للأرض علشان ما يعملش صوت، وبعدين بيبعدوا من الفتحة الضيقة. مخلوقات كتير بتطير في المنطقة، لكن هيو وإيلي بيقرروا يتجاهلوهم وهم ماشيين لأقرب مدينة. في الطريق بيلاقوا جثث عليها جروح بتوضح ان بشر اللي عملوها. لما بيوصلوا للمدينة بيلاقوها فاضية ودم في كل مكان، من غير ما ياخدوا بالهم من القس اللي بيشوفهم من بعيد. باب الصيدلية مقفول، فهيو وإيلي بيضطروا يدخلوا من ورا، وجوه بيحسوا بريحة معفنة من أجسام ناس متاكل نصها، ماتوا وهم بيحاولوا يجيبوا لوازم. هيو بياخد المضاد الحيوي وإيلي بتتفرج على الجثث، وبتكتشف ان المخلوقات حطت بيض جوه الناس. فجأة طفل مخلوق بيفقس من البيضة وبيحط سائل على وش إيلي بيخليها تصرخ. 3 مخلوقات كبيرة بتسمعها وبتقف على الرفوف ومستنيين صوت تاني. إيلي بتتفرج حواليها وبتشوف جرس انذار، فهيو بيطلب منها جردل. بعد ما إيلي بتديله الجردل بسكات، هيو بيولعه وبيشغله علشان يشغل الجرس. الصوت والمية بيحيروا المخلوقات، وبيسيبوا هيو وإيلي يمشوا من الصيدلية بأمان. وفي طريقهم بره المدينة بيلاقوا القس اللي مشي وراهم لما حاولوا يتجاهلوه، وعلشان يتواصلوا بسكات القس بيوريهم كتابته في الكشكول، بيطلب منهم انهم ينضموا للقطيع بتاعه اللي اسمهم الصامتين. إيلي وهيو بيرفضوا العرض وبيمشوا، والقس بيبصلهم بغضب وبيوضح ان لسانه مقطوع. بعد شوية الاتنين بيرجعوا للبيت، والدواء بيخلي كيلي تحس انها احسن. هيو بيحاول يشوف اخبار في التلفزيون لكن مفيش اي اشارة. إيلي بتقول له على اخر حاجة عرفتها من التابلت، ان CNN بتعمل بث من مخبأ والاشارة ضعيفة، والمخلوقات ما بتستحملش البرد القارس
وفي صور ليهم ميتين في التلج، وده معناه ان الناس اللي فوق المناطق القطبية لسه عايشين. ومن ناحية تانية مناطق كاملة من البلد بتتمسح من على الخريطة، والمناطق دي اسمها الرمادي علشان اتقطعت عنها كل التكنولوجيا. جود بيحاول يسلي نفسه بالورق، وهيو بيصنع له حربة علشان يقدر يحارب بيها. وبعد الظهر القس بيظهر بره البيت مع مجموعة ناس لسانهم مقطوع. هيو بيخرج وبيطلب منهم يسيبوهم في حالهم، لكن القس بيستمر انه يطلب منه ينضم ليهم، وبيقول لهم ان إيلي صماء. هيو بيخرج السلاح علشان يهددوا بيه، لكن القس عارف انه مش هيضرب علشان الصوت هيجذب المخلوقات. وبعد ما بيصلوا سوا في صلاة صامتة المجموعة بتمشي. بعد شوية إيلي بتاخد رسالة من روب بيقول لها انه رايح للشمال البارد اللي فيه الناجين بنوا ملجأ. للأسف قبل ما روب يديلها الاتجاه الإشارة بتتقطع تاني، وفي نص الليل هيو بيسمع صوت والعيلة بتخرج تكتشف بنت مستنياهم عند الباب. بيسألوها أسئلة وبيلاقوا لسانها مقطوع. البنت كانت مبعوثة من القس، ولما بتفتح الجاكيت بيبان مجموعة موبايلات مربوطة حواليها. في نفس الوقت إيلي بتشوف ظل على شباكها، ولما بتاخد نظرة أقرب بتلاقي موبايل ملزوق على الإزاز. فجأة الموبايلات كلها بتبدأ ترن مرة واحدة، بتخلي المخلوقات تبدأ تطير ناحية البيت وبتخبط على الشبابيك. هيو بياخد كل الموبايلات من البنت وبيرميهم في المية وبيسكتها. مخلوق بيحاول يفتح شباك إيلي فبتجري بره الأوضة وبتقفل الباب في آخر لحظة. بعد ما كل الموبايلات سكتت المخلوقات شكلها هتسيبهم في حالهم، لكن موبايل تاني بيتلاقى في شباك تاني بيعمل صوت. المخلوقات بتكون قربت تكسر الإزاز، فهيو وجود بيحاولوا يمنعوهم، وكيلي ولين وإيلي بيهربوا للدور اللي تحت. كام عضو من الصامتين مستنيينهم هناك وبيهجموا على إيلي علشان يمسكوها. كيلي بتحاول تضربهم بمطرقة لكنهم بيزقوها وبيهربوا بإيلي والبنت الصغيرة. لين بتجري وراهم وبتوقعهم على الأرض في نفس الوقت اللي إيلي بتقرصهم علشان يسيبوها. ولما إيلي بتجري لين بتزعق، بتجذب مخلوقات علشان تقتلها ومعظم الخاطفين. العيلة بتجري بره وبتزعق علشان لين، لكن للأسف القس ومجموعة من الصامتين بيظهروا وبيمسكوا إيلي مرة تانية. كيلي وهيو وجود بيحاولوا ينقذوها، ما بيترددوش ابدا انهم يطعنوا اي حد من الصامتين بيحاول يقاومهم. لما إيلي بتتحرر بتنضم للحرب وبتضرب راجل على راسه بحجر كبير. هيو بيخبط القس وبيحاول يخنقه، لكن القس بيضربه بسكينة. بعدين هيو بيضربه بضربة راس بتخلي الراجل يقع. وبعد ما كيلي بتقتل آخر راجل، الصامتين الوحيدين اللي لسه واقفين هم البنت الصغيرة والست، وبيمشوا بعيد من الخوف. كيلي بتشيل السكينة من جرح هيو وهو بيستخدم سلاحه علشان يضرب القس لحد ما يموت. وتاني يوم العيلة بتبدأ تمشي للشمال، بس بتقف في الليل علشان ترتاح. في الآخر بيوصلوا الجبل وبلافتات الناجين بيلاقوا إيلي وروب اللي بيعلمها ازاي تستخدم قوس، ودلوقتي بيصطادوا المخلوقات سوا لما بتقرب من بيتهم الجديد. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.